كتير مننا بيحس إن يومه بيخلص فجأة وهو مش حاسس بالوقت من حواليه، وإنه ما أنجزش أي حاجة ولا حتى عارف يومه عدى إزاي، وده بسبب عادات بنعملها كل يوم تقريبا من غير ما نحس. وأول عادة واللي بيشترك فيها معظم الناس هي استخدام السوشيال ميديا، خصوصا لو بدأت بيها يومك بتبوظ يومك حرفيا، لأن مفيش سبب منطقي يخليك أول ما تصحى تمسك موبايلك وتبدأ تسكرول على فيسبوك أو تيك توك أو انستجرام. دي أكتر حاجة بتسحب طاقتك خصوصا في أول اليوم اللي المفروض إنك لسه ما بذلتش جهد ولا طاقة. كمان هي بتسرق أهم حاجة وهي وقتك اللي بيضيع منك من غير ما تحس، ده غير التشتت وقلة التركيز من كم الأخبار والمقارنات والصور والفيديوهات أو أي محتوى مش مفيد. ده كمان بيأثر على حالتك النفسية ويخليك تحس بمشاعر كتير متلخبطة زي القلق والتوتر وعدم الرضا عن حياتك. تخيل كل ده بيكون في أول اليوم اللي المفروض عقلك بيكون في قمة صفائه واستعداده. فأول حاجة لازم تتجنبها هي إنك تستخدم الموبايل خصوصا في أول يومك. تاني حاجة هي النوم الغير جيد. كتير ناس بتتجاهل النوم الكويس وبتفكر إن النوم ملوش تأثير كبير على حياتنا ويومنا، ولكنه من أكتر الأسباب اللي ممكن تغير مودك طول اليوم. عدم النوم بشكل كافي بيأثر على حاجات كتير زي التركيز والانتباه، ده غير الإحساس بالتعب والإرهاق من أول ما تصحى من النوم، حتى إنه ممكن يكون السبب في عدم استمتاعك بيومك وشعورك بالاكتئاب والحزن وحتى الصداع، وده بينعكس على يومك. إنتاجيتك بتقل وتركيزك بيضعف. طب وإيه أسباب النوم الغير جيد؟ الحقيقة الأسباب كتير، ولكن أكتر الأسباب المنتشرة عن قلة جودة النوم أول حاجة وهي عاداتك وسلوكياتك طول اليوم، زي إنك تستخدم تليفونك كتير بالذات قبل النوم، لأن الضوء الأزرق اللي بيبقى طالع من شاشة الموبايل بيقلل من إنتاج هرمون الميلاتونين واللي بيصعب عليك الدخول في النوم العميق. تاني سبب التوتر والضغط النفسي وحتى التفكير الزايد بيرفع هرمون الكورتيزول وبيمنع جسمك من الدخول في مرحلة النوم العميق. وغيرها أسباب تانية كتير زي المنبهات زي القهوة والشاي قبل النوم بفترة قصيرة. من عدم تنظيم مواعيد النوم بيأثر بشكل كبير على جودة نومك. تالت حاجة وهي إن ما يكونش ليك هدف محدد ليومك، يعني تصحى من النوم وإنت مش عارف هتعمل إيه فتضيع وقتك في حاجات ملهاش لازمة، وبيكون يومك مشتت وبتفضل على الحال ده لآخر اليوم. حتى في نهاية اليوم مش بتبقى فاكر يومك عدى ازاي. في قول مشهور لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أكره أن أرى الرجل سبهللا لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. يعني لازم يكون عندك قدر من الجدية والاهتمام لأمر يومك من عمل الدنيا والآخرة. خلي ليك هدف واحد على الأقل في اليوم، ويفضل تكون محدد من اليوم اللي قبله عشان تصحى تاني يوم وانت عارف هتعمل ايه. رابع حاجة الفراغ. ممكن تستغرب وتقول ازاي الفراغ ممكن يبوظ يومك، والحقيقة انه بيخليك فريسة سهلة لأي عادة تسرق وقتك من غير ما تاخد بالك. لما ما يكونش في حاجة محددة تعملها بتبدأ تلقائيا تدور على أي حاجة تملى بيها وقتك، حتى لو كانت حاجة غير مفيدة، وفي الغالب بتكون كده. على طول بتستسهل وتمسك موبايلك والوقت بيسرقك، وده بيخليك فريسة سهلة للشيطان وإنه يجرك لمحتوى حرام. وهنا مش بنقول إن ما يكونش عندك وقت فراغ، ولكن إنك تكون مخطط ومستغل الوقت اللي انت فاضي فيه في حاجة مفيدة. وأفضل الحاجات اللي تستغل فيها وقت فراغك بالذات لو بعد الشغل أو المذاكرة هي إنك ترتاح، تبعد عن المشتتات أو تستغله في قراءة القرآن أو في ذكر الله. واللي يلخص اللي قلنا في النقطة دي هو قول الإمام الشافعي رحمه الله: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل.